الخروف اللي كان داير 5 ملايين راه داير 4 ملايين 41. العلوش اللي كان داير 8 ملايين راه داير 65. 7 مليون ناقص. هو انخفاض في أسعار الماشية وقف عليه تلفزيون النهار بجولة ميدانية أرجعه عدد من الموالين إلى الجفاف الذي بدت ترتسم ملامحه في هذا الموسم. السوق اليوم راه ناقص بزاف، اليوم راه طايح ب 500 600 في الراس. ومن سبة الجفاف وين الخروف هذه وين الخروف كداير 32 راه في 27 8 26. العلوشه 55 حتى من 45 حتى 55. علوشه مليحه. العلوش من حتى 9 ملايين حتى ل 10. من 5 ملايين حتى 9 حتى ل 10. الخروف من 3 حتى ل 45 55. والنعج الوالده من 8 ونص حتى 9 حتى ل 10 ملايين على حسب السلعه. السلعه كي تكون زينه عندها سومه مليحه وكي تكون السلعه ناقصه شويه. هذه الوضعية رسمت جمود عملية البيع والشراء إضافة إلى تناقص الثروة الحيوانية بسبب كل هذه الظروف. ويقولوا الموال راه يبيع في المال قليل. لا غالب لا غالب. كيف الزرع داير 500 550 وخاله دايره 400 الدرا داير 500 كي دير تمني تبيع الرخص وشري القليان والثروه راها قليله. راه على بالك باللي راه جفاف الثروه راها قليله عند الناس. الاسعار راهم هابطه ياسر راه هابطه راه مخلعه الدنيا من هذه الاسعار. ها اللي كان يدير 10 ملايين راه يدير اليوم 7 راه يدير 6 ونص وما كان حتى بيع ما كان حتى. قد تستقر الأسعار في هذه الفترة غير أن المتفق عليه أن الجفاف سيفتح المجال أمام الاعتماد على الأعلاف التي ستفرض معادلة أسعار جديدة من هنا وصولا إلى عيد الأضحى المبارك.